العلامة المجلسي قدس الله نفسه بعد أن ذكر هذه الرواية في البحار المجلد 28 صفحة 255 أعزائي، وكذلك الإخوة يمكنهم مراجعة الرواية في مرآة العقول المجلد 26 صفحة 326 إلى 333. يقول بيان بعد أن ينقل الرواية، قال بهذا الإسناد عن أبي جعفر أن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر فإن ذلك لا يكفره ولا يخرجه من الإسلام. بعد الرواية ظاهرة في إسلامهم، صريحة في إسلامهم أم لا؟ لا أقل ظاهرة ماذا؟ في إسلامهم وعدم كفرهم، ولكنه المنهج منهج ماذا؟ منهج أخباري. انظروا على ماذا حمل الرواية العلامة المجلسي، لا أقل حملها على القراءة ماذا؟ الأخبارية. بيان قوله من أن يرتدوا عن الإسلام أي عن ظاهره، وإلا في الواقع هم ماذا؟ ارتدوا عن الإسلام وكفروا وخرجوا عن الدين بمجرد أن لم يقبلوا ماذا؟ خلافة وإمامة أمير المؤمنين. أنا لا أعلم لماذا لا بد أن تحمل ماذا؟ على ظاهرهم، وإن كان في الباطن كلهم ماذا؟ كفار. هسه قد يقول قال سيدنا بشهادة الروايات الأخرى، بيني وبين الله نبحث الشهادات الروايات الأخرى، نبحثها رواية وراء لنرى تثبت هذا المعنى أو لا تثبت، وإذا كانت موافقة للقرآن أو مخالفة للقرآن. قال عن ظاهره والتكلم بالشهادتين فإبقاؤهم على ظاهر الإسلام كان صلاحا للأمة. أي صلاح مولانا؟ هذا الإسلام الذي سوف يعرف للعالمين إلى يومنا هذا، أي إسلام عرف؟ إسلام علي وأهل بيته لو إسلام الخلفاء مولانا؟ هو إسلام الخلفاء. الآن مئات الملايين، أكثر من مليار مسلم الآن على إسلام ماذا؟ إسلام الخلفاء. بيني وبين أي صلاح هذا؟ المهم أنا ما أريد أدخل الآن في نقاش مع العلامة المجلسي. قال صلاحا للأمة ليكون لهم ولأولادهم طريق إلى قبول الحق وإلى الدخول في الإيمان في كرور الأزمان، وهذا لا ينافي ما مر وسيأتي أن الناس ارتدوا إلا ثلاثة. لا، ذيك الروايات تبقى على حالها، وهذه الرواية نؤولها لأجل من؟ لصالح من؟ لصالح تلك الروايات، مو أنه نتصرف في تلك الروايات لصالح هذه الرواية، مع أن هذه الرواية ما هي؟ أوضح أقوى سندا فيها من التفصيل ما لا يوجد في تلك الرواية، لأن المراد فيها ارتدادهم عن الدين واقعا. هؤلاء ارتدوا وخرجوا من الدين واقعا، وهذا محمول على بقائهم، يعني هذه الرواية، وهذا محمول على بقائهم على صورة الإسلام وظاهره، وإن كانوا في أكثر الأحكام الواقعية في حكم الكفار. إذن بعد المبنى واضح. المبنى أي مبنى أعزائي؟ مبنى من؟ مبنى المحدث الاسترابادي بشكل واضح كما أشرنا إليه أنه مؤمن ومرتد. هذه من الشواهد على أن منهجه في قبول هذه الروايات أخباري أو غير أخباري؟ أخباري واضح.